سؤال اتسأل كتير: من هم بناة مصر؟ والدور الذي قاموا به منذ اندلاع الثورة المصرية. النهاردة هنسر التاريخ يوضح للجميع ويبين ماذا فعلوا ولاد مصر لحماية مصر من الطرف الثالث. تابعوا معانا للنهاية، دي مجرد بداية، والبداية حادثة استاد الكلية الحربية كاد أن يكون مثل استاد محمد بورسعيد. الفيومي، منسق العام لحركة بناة مصر، وكنت متواجد في أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا. وزي ما واضح معاكم في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي، علم السعودية وبعض الأفراد اللي كانوا شايلين صور لحسني مبارك وتعرضوا من الجمهور. اتسبوا قط واللعنة على الثورة واللي عملوها وإثارة الشغب والفتنة ما بين الجمهور. تعالى معايا بس، تعالى معايا احنا كلاب. تعالى يا باشا الادب. عاوزين نعرف مين الناس دول ومين اللي بيمولهم. وجود اللواء سكندر أمن القاهرة كان موجود في الاستاد وشاهد على كل كلمة احنا بنقولها. لما جينا سألناه ازاي سايبينهم، قال هي دي الديمقراطية اللي انتوا عاوزينها. ففهمناه الديمقراطية مستحيل تبقى بالشكل ده، وبلغنا ان دي تالت مشكلة هم يعملوها في الاستاد. واحنا بلغناهم ان عدم تصدرهم من المشكله وتصدرنا احنا للمشكله وقدرنا نسيطر عليها بالافراد المتواجده معانا داخل الاستاد كله. باسم حركه بنات مصر بتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الطرف الثالث المتسبب في اشعال الفتنه